السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي، وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. وصفة اليوم عبارة عن بسبوسة بالحليب رائعة، صدقوني كتجي رائعة بزاف بزاف. بسبوسة هموية ديال تحميرة الوجه، طريها لضيوفك بعينك مغمضين وكوني أكيدة غادي تعجبهم. خليكم مع باقي الصور وندوزوا لطريقة التحضير والمقادير إن شاء الله. بسم الله. في المقادير كنحتاجو 3 الكيسان عامرين ديال السميده الخاصه بالحلويات، سميده رقيقه. كنزيدو عليها كاس ونص ديال السكر حبيبات. كنزيدو كاس عامر ديال الكوك. من بعد كنضيفو 2 ساشي ديال الفاني، اللي بغى يستعمل الروح كيدير معلقه صغيره. كنزيدو رشه ديال الملح، وكنخلطوا المكونات الجافه مزيان مع بعضها حتى كيتخلطوا. من بعد كنزيدوا كاس ديال الزيت. تقدروا تخلطوا ما بين الزبده والزيت، يعني ندوبوا الزبده ونديروا نص كاس من الزبده دايبه ونزيدوا عليها نص كاس ديال الزيت النباتي. كنخلطوا المكونات يعني حتى كنحسوا بالمكونات الجافه تلبسوا لينا بالزيت، السميده والكوك والسكر فقط. من بعد كنزيدو نص لتر ديال الحليب، يعني هاد البسبوسه ما فيهاش البيض، كنجمعوها غير بالحليب. كنزيدو 3 اكياس ديال خميره الحلويات. كنخلطو، ما نخلطوش بزاف، يعني البسبوسه ما كتبغيش اننا نخلطو بزاف بحال هكاك اولا نطربوها في الخلاط ديال العصير، يعني فقط تحريكه خفيفه صافي. كناخذ المول ديالي، خديت مول دائري ودهنته بالزيت ورشيته بالسميده. كنخوي الخليط ديالي في المول، وكنكون مسخنه من قبل الفران على 180 درجه. انا الفرن ديالي شاعله الفوق والتحت، وكل وحده والفران ديالها، كل وحده كتكون عارفه الفران ديالها والطياب ديالها. يعني كاينين اللي كتشعل الفوق والتحت كتطلع سوا الكيك سوا البسبوسه كتطلع ممتازه. اللي عندها الفوق ديال الفران يعني كيحمر دغيا ما تحتاج تشعلو، كتشعل غير لتحت على عافيه مهيله وكتخليه حتى كطيب البسبوسه، وكتشعل الفوق باش تحمر شويه. دابا غنوجد السيرو كندير فيه نصف لتر من الحليب، 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، ساشي من الفاني. كنخلطوه وكنوضعوه على النار يغلي مده 5 دقائق، وكنخلوه على جنب يبرد باش يكون السيرو بارد والبسبوسه سخونه. دابا غادي نوجدوا الكريمه اللي كتكون من 3 العلب ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، ساشي من الحليب غبره. كنخلطوا الحليب غبره ديالنا، كنزيدوا عليه العلب ديال الياغورت ب3. من بعد كنزيدوا 2 معالق كبار من السكر وواحد ساشي من الفاني. كنخلطوا المكونات ديالنا وكنوضعوهم على جنب. هاد الكريمه هادي ملي كنوضعوها على البسبوسه ما كنحتاجش انها تدخل الفران كما موالفين كنديروها في حال المرايا اولا يعني في بزاف ديال الكيكات. هادي بديك السخونيه ديال البسبوسه هي كتعقد راسها. من بعد هنا البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت خليتها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. من بعد زولتها من المول
وحطيتها في الاناء ديال التقديم فاش غتبقى، ورديت الكادر باش يبقى محافظ ليا على السيرو والكريمه كذلك. خديت السيرو كما كتشوفي، يعني البسبوسه سخونه والسيرو كان بارد. الا كانت البسبوسه بارده السيرو يكون سخون. ما تجيكمش الكميه كبيره لانها كتجي هي هذيك مع البسبوسه كتشربها مزيان، كتجي البسبوسه معلكه ما كتجيش معجنه، ولا يعني كتجي معلكه وزوينه. صافي هنا كناخذ الكريمه ديالي كنخويها فوق البسبوسه كذلك. كنوزعوا الكريمه من فوق البسبوسه، يعني غير كناخذ المول وكندورو كما كتشوفوا في الصوره، ما كنحتاج لا معلقه لا سباتولا والو. صافي وكتوزع بوحدها. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري وحسب الرغبه ديال كل وحده والابداع ديال كل وحده. انا خديت شويه ديال الكوك رشيته من الفوق، من بعد خديت وريقات ديال الورد اليابس، يعني فصلتهم وزوقت بهم من الكريمه من الفوق. صافي كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد. يفضل ديك 6 سوايع يفضل، ولكن صراحه الا خليتوها غير ساعه المكان المهم غير تبرد كتجي لذيذه بزاف، كتجي معلكه، كتجي القوام ديال الكريمه ديالها كيجي رطب، ما كتجيش يابسه وناشفه، كتجي لذيذه بزاف بزاف. صدقوني غتحماقوا عليها كما حماقيت عليها انا. هنا في الاخير زدتها واحد الرشه من السكر كلاصي، يعني غير اضافه فقط. كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري وحسب كل وحده وكيفاش كتبغي تزينها. وصلنا لنهايه الوصفه، كنتمنى تكون خفيفه على قلبكم وكنتمنى تعجبكم، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله.